الفصل الإخباري اطلعنا على استطلاع على تويتر فيه قال متابعين على مواقع التواصل إنهم وبغالبيتهم يرفضون إنشاء دولة للأمازيغ في شمال إفريقيا. سأسأل زينة عمراني، كنت تريدين أن تقولي شيئا عن مسألة الهوية في شمال أفريقيا وتعريف الهوية، ما هو؟ الهوية هو الانتماء إلى اللغة، إلى العادات، إلى التقاليد. هي مسألة لا تأتي بمجرد أنني تبنيت ديانة أن أحمل هذه الهوية. الهوية متعمقة، الهوية الأمازيغية لها جذورها منذ آلاف السنين. ما حدث في شمال أفريقيا من اضطهاد، هناك اضطهاد للأمازيغ لا يمكن إنكاره، والذي يقول أنه ليس هناك الاضطهاد فليأتي ونناقش الموضوع. هو يقول أنا ليس هناك اضطهاد. هي هذه مصطلح الاضطهاد هي سردية فقط، ليست حتى نظرية، لأنه تاريخيا سأعطيك الأدلة إذا سمحت لي. أعطيك أدلة معنا. بعد الفتح الإسلامي لمنطقة شمال المغرب العربي، المغرب ليس عربي، المغرب ليس عربي. لا ليس عربي. حس الرجل أو المرأة الأمازيغي العربي بأنه هناك لسنا عرب، نحن أمازيغ، لسنا عرب. أحس الأمازيغي بأنه هناك جديد الإسلام كمستعمر أنا لا يمكن أن أدخل في حديث النساء لأنه معكم أنت هي تهدر، لا أستطيع أن أجاوب. لا أجيب واحدة فقط. ليس هناك حديث نساء وحديث رجال. لا في هذا الاستوديو نحن مع المساواة. نعم يقاطعنني، لا تقاطعنني في الكلام. أكمل باختصار لو سمحت. باختصار لما دخل بعد الفتوحات الإسلامية، لما جاءت الفتوحات الإسلامية إلى المغرب العربي، حدث أنه الرجل الأمازيغي والمرأة الأمازيغية حست أنه كائن جديد دخل إلى المنطقة. هذا الإحساس ولد هناك، لأنه عبر التاريخ الأمازيغ تعرضوا لعدة غارات وغزوات على مدى التاريخ. هذا أمر عادي يعني عدة غارات واضطهادات. حسوا بالاضطهاد لعدم فهم الرسالة التي جاء بها الفاتحون، ولكن بعد الفهم الواضح لهذه الرسالة أصبحت الأمور قبيلة ولا لم يكن هناك أي اضطهاد. وكأن شخص يقول لي أن في الجزائر ديمقراطية. منير كاجي، ننتقل إلى المراحل التاريخية مثلا التي مرت عليها. وصلت رسالتك. دعه يجيب فقط. منير كاجي، أنت تعتبر أن هناك اضطهاد للأمازيغ اليوم في شمال إفريقيا أم لا؟ أنا أقول أكثر من ذلك. أنا أقول أن هناك سياسة أبارتايد انتهجت في مجموعة من دول شمال إفريقيا. فالفعل الأمازيغي تاريخيا، تم تجريم الفعل الأمازيغي بمجموعة من البلدان بما فيها المغرب ولكن أليست هذه مبالغة ربما؟ يعني اليوم المغرب رئيس الحكومة هو أمازيغي، في الجزائر رؤساء جمهورية أمازيغ. هذا ليس أن يكون رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمازيغي، هذا لا يهم. عبد السلام ياسين زعيم جماعة العدل والإحسان أمازيغي، أحد منظري القومية العربية الراحل الجابري كان أمازيغي كذلك. المعطى ليس ولكن هذا يعني هنا. هذا اختلاف. تصوروا معي مثلا هناك محكمة في بلد المغرب قاضي مغربي متهم أمازيغي ويتم اللجوء إلى الترجمة. أليست هذه سياسة الأبارتايد؟ عندما يمنع الآباء والأمهات من تسمية أولادهم بأسماء أمازيغية، ألا يستعمل هذه سياسة أبارتايد؟ عندما يتم اغتيال في الربيع الأسود بالقبيل 127 شاب، أكثر من 4000 معطوب، ألا يعتبر هذا اضطهاد؟ الجزائر عربية، الأنظمة الفاسدة تتحدث بجميع اللغات وبجميع العرقيات من أجل تحقيق مصالحها الخاصة، ولا يجب أن نكون أغبياء تمرير هذا المشروع على أنه هناك اضطهاد من أجل فصل الأمازيغ عن العرب أو من أجل بناء دولة أمازيغية مضادة للعرب الموجودين مثلا في المغرب العربي. هذا مشروع تغريبي أولا، هذا مشروع استعماري، وهذا مشروع يسيره أذناب الاستعمار، يسيرونه أذناب الاستعمار هنا. نحن مشروع الدولة لو سمحتم بالحديث عن مشروع الدولة. أتمنى أن أسمع إجابة أخرى على هذه النقاط.
دائما نتهم يعني بالفتنة والأجندة، مع أن الجامعة الدول العربية تأسست بحكم فرنسا التي كانت تحاول دعم، تأسست بحكم بريطانيا بفرنسا وبدعم فرنسي وبريطاني التي كانت تريد طرد الأتراك. الفكرة ما هي؟ الفكرة عندما يطالب الأمازيغ بحقوقهم يتهمون بأنهم أجندات وأنهم أنت تطالبين بحقوق الأمازيغ، فتيحة تطالب بدولة. وسنتعرف الآن على رجل جعل من الأمازيغية قضية حياته. أشهر المدافعين عن استقلال منطقة القبائل في الجزائر ذهب بعيدا في مشروعه السياسي من خلال تأسيس الحركة من أجل الاستقلال الذاتي لمنطقة القبائل، ثم نصب نفسه رئيسا للحكومة القبائلية المؤقتة في الخارج، خطوة أثارت حنق السلطات الجزائرية وخلفت جدلا كبيرا بين الناشطين الأمازيغ. أتحدث عن فرحات مهني. كاميرا في فلك الممنوع صورت معه المقابلة التالية بلغة منطقة القبائل، لنشاهد.